بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي مشاهدي قناة الواحة الفضائية أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم وطبتم وطاب ممشاكم. يسعدنا أن نقدم لهذه القناة، قناة التراث، قناة البادية، مقتطفات من التراث البدوي الأصيل في شبه جزيرة سيناء، وخصوصا من أبناء قبيلة الدواغرة من عمق الصحراء من البادية. أصحاب الصحراء هم أهل الكرم، سواء كان في حلهم أو في ترحالهم. لدينا من المقتطفات ما يكفي بإذن الله تعالى أن نقدمه إلى هذه القناة التي حريصة دائما على بث التراث البدوي الأصيل إلى كل من يحب هذا التراث البدوي الأصيل الذي وجدنا آباؤنا وأجدادنا على هذا التراث فاعلين، وسنبقى على نهج هذا التراث إن شاء الله. معنا الشاعر سليمان أبو جميعان، أحد أبناء قبيلة الدواغرة وعازف على الربابة، فليسمعنا بعض من الشعر البدوي على نغمات الربابة، فليتفضل مشكور. احنا بعد الصلاة على النبي نبتدي ونقول احنا في بلاد سينا متعودين احنا وجدودنا على قني كلب، وانتم طبعا شفتوا الصورة وشفتوا الملحوظات وعز ما قنيت في بلاد سينا، بلاد الفضاء والهناوة، وربنا يحميها الجيش المصري من جميع الشرور الآسية والردية إن شاء الله. صلى على النبي. والله وإحنا يوم جانا باث الأخبار وباث الصور على اتجاه اللي يحبه قلبه يوديه حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بدنا نقول والعاشق النبي عمره يطول. هونا يتونى تالي الليل لا يطلب مني ولا يتمني، ونت عليه لو طاعني نب مزاريق والقلب زاد جروحه والناي. قال الشاعر جبنا الدحيلة، علمت وشفت صورتها وصورة بناتها. الشاعر قال جبنا الدحيلة في مرامي عجية، وعلى دخول الربع جابت الدحيلة. على دخول الربع جابت الحيلان، وعنوتن في الطبع ما هي هدية. عنوتن في الطبع ما هي هدية، وعصيت على كم هجان. أو مرباحة في نقوع قفرة وخليج. أو مرباحة في نقوع قفرة وخلية، واليد من الصيد حبري ولا. واليد من الصيد حبري وغلبان، والوجه من قدام فرخة نعامي. والوجه من قدام فرخة نعامة، ومقفاتها مقفات غزلان. أو مقفاتها مقفات غزلان. قال هذا الدحية اللي يشرف ولدها ما شافها في ميخ الركب هجان.